ومشاهد قناه فلاش 24 نقولوا بان صراحه كما تشوفوا هنا فهاد الشجره اللي كانت طاحت فهذه تقريبا مده، فكذلك في هذا الشارع اللي هو شارع اللي هو قريب من 20 غوش. فكما تشوفوا الشجره اللي هي طاحت في اليامات فاش كانت الريح. تنتمنى صديقا انا مع داك الزبل انهم يحيدوه هذا الشيء صراحه، فتنتمنى صديقا انهم يحيدوا هذا الشيء، الشجره هذه وهذاك الزبل. راه تقريبا باش نقول لكم انه تقريبا راه قريبه الملعب 20 غوش، وقريبه لاحد المراكز التجاريه في برج مولاي عمر. راه قريبه الملعب ديال 20 غوش. راه هاد الازبال اللي هي مرميه في تقريبا في اكثر من 100 متر، والشجره اللي كانت طاحت في يامات الريح. فتنتمنى صديقا انهم يجيو يحيدوا هذا الشيء صراحه، كما قلنا لكم انه قريبه الوليدات هما كما تشوفوا معنا انهم تيلعبوا، والزبل كما شفتوا انهم مرميه في الطريق. وشكرا. تنتمنى ان من المسؤولين انهم يحيدوا هذه الشجره ويحيدوا هذه الازبال اللي هي مرميه اكثر من 100 متر. وشكرا. مره اخرى راه هاد الازبال وهاد الشجره فهي قريبه الملعب 20 غوش، وقريبه لاحد المراكز التجاريه. فكما تشوفوا معنا فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم. مشاهدي مشاهدات قناه فلاش 24 كما تشوفوا معنا ف اكثر من 100 متر فالازبال كما تشوفوا معنا. مشاهدي مشاهدات قناه فلاش 24 ترحبوا مره اخرى في مباشر جديد. لا حول ولا قوه الا بالله. فكما تشوفوا معنا فحاليا حنا قرب احد المراكز التجاريه في برج مولاي عمر. فكما تشوفوا حاليا معنا فالازبال ديال الاشجار تقريبا فكما تشوفوا معنا فهي كرمات، فهي محطوطه هنا بعد ما ان الناس هضروا معنا. فهي قالت بان تتخسر لهم المنظر ديال الحي اللي هو هذا الحي. هذا حي ربما من ارقى الاحياء اللي فيه الفيلات كما تشوفوا معنا. فالساكنه من بعد ان هاد الناس جاو طيحوا هاد الاشجار زبروها، خلاو هاد الازبال اللي خلات واحد كما تنقولوا حتى الناس المره ما بقاش تلقى المره منين تولي انه ولات خصها تمشي للشانطي انها باش انها تمشي وتهدد السلامه ديال الساكنه، لان الساكنه تقريبا حتى الممر ديال الراجلين انه ما بقاش كما تشوفوا معنا في المباشر. فالتراكمات انه هاد الناس هذا لا حول ولا قوه انهم ما فكروش كاع في الناس الاخرين، وسيما ان تشوفوا معنا ان حداه احد الملاعب، لان حاليا حتى الوليدات الصغار انهم تيترينوا في هذا الوقيته لان المدارس تجي لهذا الملعب هذا باش تبني. ولكن المشكل هو ان هاد الناس منين زبروا هاد الاشجار كما تشوفوا معنا فانها بقات كما هي، ما جاش داروا في الحاويه لا والو. فالساكنه تتشاكي لانه كما تنقولوا ان هاد الحي انه حي زويون، ولكن خص صراحه ان حتى المنظر تيسوء لهاد الساكنه، لان هاد الناس هذا اليوم تتستنكر في الحقيقه انهم قال لك كون كان هي انهم هاد الازبال مجرد انهم يطيحوا هاد الشجره وزبروه كانوا انهم يحيدوا هاد سميتو يجيو الحاويات ولا يجيبوا شي حاجه ولا يجيبوا شي تريبورتر ويرميوه. هاد الناس هادو اللي كانوا خدامين ربما وتقاضاو الاجر ديالهم وزبروه وحطوه وخلاوه حاليا هو كما تنقولوا انهم لا حول ولا قوه الا بالله. حتى حنا راه تنديروا بعض المرات الاغلاط.
تيقول لك ينبعدها مني وبراسو اللي بغى يكون. فكما تشوفوا هذه ها هي الاشجار. فباش نقول لكم بان قال لك بان تقريبا اسبوع او اكثر وهي محطوطه هنا ولا من مجيب. واخا الناس قال لك تيدوزوا ديال النظافه من هنا ولكن ما بغاوش يهزوها. صراحه حنا ما نقدروش نقولوا علاش، ولكن حنا تنوجهوا النداء من قناه فلاش 24 ان هاد الناس هادو انهم يجيو يحيدوا هاد الازبال، لان صراحه اكثر من اسبوع هي مرميه هنا. ف نقولوا لهم في حقيقه راهم ما نقدروش نوفوهم الشكر لانهم هاد الناس هادو راه تينوضوا الصباح بكري، هاد الناس ديال النظافه باش انهم يحيدوا. ولكن هاد الناس هادو تيقول لك بانهم دازوا من هنا ولكن لا من مجيب. واش هاد الناس ما تيدوزوش من هنا وتيشوفوا هاد الازبال هذه اللي مرميه على الشوارع ديال احد اعرق والشوارع اللي هي معروفه اللي هي في برج مولاي عمر، تقريبا احد المراكز التجاريه اللي هي في برج مولاي عمر، احد الملاعب اللي هي ملاعب مرجان، الملاعب ديال اللي تنقولوا اللي تيجيو الوليدات في هذا الوقت هادو انهم تيجيو يلعبوا فيها، والمدارس. وحاليا فالاشجار هنا كما تشوفوا حنا حتى المره فاضطرات ان هذه المره كما تشوفوا معنا في المباشر فانها اضطرات انها تخرج من الطريق وتمشي تخرج من الممر، تمشي من الطريق اللي خصها ديال الممر الراجل وتخرج في الطريق لان ما بقاش فين تمشي. فتنتمنى صديقا ان الشركه المفوضه بالنظافه انها تجي لهذا المكان هذا وتنظفوا كما تشوفوا معنا. فهذا خلى واحد كما تنقولوا واحد المنظر داخل هذه السكينه اللي خلى السياح لهذه السكينه انهم صراحه تقول لك ان هذا انه ولا من بعد انها كانت تحييدات وكانت باقه رطبه كانت تحيد، ولكن من بعد انها نشفات ولات قاصحه ولات انها العجاج ملي تيدير تيجيبها للطريق وشوهات الحي ديالهم. تنتمنى صديقا ان شركه النظافه تسمع كما هما انهم تواصلوا معنا وقالوا لنا اجيو تشوفوا شنو طاري عندنا في الحي اللي هو حي برج مولاي عمر، تقريبا قرب احد المراكز التجاريه ببرج مولاي عمر. فهذا الحي هذا الناس تتسنكر صراحه هاد العمل اللي هو شنيع لهاد الناس هادو انهم خدموا وحيدوا هاد قطعوا هاد الاشجار، ولكن ما تقنوش هادو ما تقنوش العمل ديالهم. صراحه كل واحد يتقن العمل ديالو. خدمت الاشجار ديالك كان ساهل انه يجيبوا تريبورتر ولا شي حاجه بسيطه، لانه فاش يكون رطب من الاوراق هذا فهذا ساهل انك تحيدو، ولكن فاش انه تنشف هو ولا ازبل صراحه ولا زبل. فزبل صراحه تنتمنى صادقا ما يتعاودش يتكرر هذا العمل هذا. الناس اللي صراحه اللي تيخدموا انه ساهل انه يدير مع الانسان يقول له كما انه خدم النوبه الاولى وخذ الاجر ديالو وخذ العمل ديالو، يقول له شوف الشريف راه فاش غنحيدوا هاد نقيو لك هاد الاشجار ونزبروها نجيبوا تريبورتور يدي لك هادشي تقريبا ما نقولش هذا تاع 2 نقلات ولا 3 وصافي وكل عمل مزيان ديالو. فتا كما تشوفوا معنا حاليا في المباشر في نهايه المباشر كما تشوفوا معنا فشوفوا الوليدات هما خارجين صراحه خارجين من حدا هاد الشيء صراحه. فتنتمنى صادقا ان الشركه المفوضه بالنظافه بمدينه كناس وبرج مولاي عمر فتنتمنى صديقا انهم يجيو يحيدوا هذه الازبال اللي هي منداطره فوق الارصفه لاكثر من 100 متر قرب احد الملاعب وقرب احد المراكز التجاريه في برج مولاي عمر. صراحه هادشي مؤسف كما قلنا لكم. اللي دار شي حاجه في الحقيقه يتقن العمل ديالها. دمتم